السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحباب الكرام، أينما كنتم حياكم الله. بغيت نصوم عرفة ولكن اختلط علي الأمر، واش نصوم عرفة ديال السعودية أو لا عرفة ديال المغرب؟ ففي كل سنة يا أحباب الكرام ملي كيقرب عيد الأضحى إلا وكيبدا هذا السؤال يتكاثر أو نسمعه بكثرة: واش نصوموا عرفة ديال السعودية أو لا ديال المغرب؟ قبل ما نجاوبوا أحباب الكرام على هذا السؤال نمشيو إلى الخلاف فين اختلفوا العلماء. اختلف العلماء في كون عرفة زمان أم مكان، واش هي خاص بمكان أو زمان. فالذين يصومون عرفة في اليوم الذي يكون فيه الحجاج على صعيد عرفة قالوا بأن عرفة هو مكان. في اليوم الذي يكون فيه حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفة فذلك هو اليوم المقصود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب أن يكفر الله فيه السنة التي قبله والسنة التي بعده. الله سبحانه وتعالى يكفر الذنوب السنتين، السنة التي قبل والسنة التي بعد. فهذا هو القول الأول. القول الثاني يقولون بأن عرفة هو زمان، يختلف من دولة إلى دولة أخرى حسب رؤية الهلال. فالتاسع ديال الحجة عندنا ليس هو كالتاسع من ذي الحجة عند السعودية أو عند دول أخرى. فعندنا في المغرب يوم التاسع هو يوم الأحد وليس يوم السبت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالرؤية ديالنا احنا ليست كالرؤية ديال السعودية أو لا ديال دول أخرى. زيادة على ذلك أحبابي أننا ملي كنصوموا ما كنشوفوش الرؤية ديال السعودية، وملي كنفطروا ما كنشوفوش الرؤية ديال السعودية، وإنما عندنا رؤية خاصة ديالنا نحن المغاربة. ويوم عرفة هو خاص بنا نحن كالمغاربة حسب رؤية الهلال. الرؤية ديالنا راه تختلف عن دول أخرى. هذا القول الثاني. هناك من جمع بين القولين، قال: نصوم تاسع من ذي الحجة عند السعودية ونصوم اليوم التاسع عندنا، أي عندنا في المغرب. جمع بين القولين. إذن أي قول نتبعه؟ كاين قول نخدموا به ونعملوا به. فأي قول عملت بأخي في الله وأختي في الله فقد أصبت، والله سبحانه وتعالى الموفق. هذا كل ما لدينا أيها الأفاضل. السلام عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.